العلمين مدينة جديدة موجودة في أكتر مكان بنحبه كلنا، الساحل. بس يا ترى فيها إيه؟ هل فيها أماكن لذيذة تتراح؟ ناكل فين؟ نعمل إيه؟ شوارعها عاملة إزاي؟ وإيه حوار الأبراج اللي موجودة في كل حتة؟ تعالوا في الفيديو ده أوريكم مدينة العلمين. اول مكان عجبني جدا في العلمين هو نورث سكوير مول، وده من اكبر الاوبن اير مولز في مصر، وموجود مباشره على البحر، فتبقى قاعد بتتسوق وبرضه بتمشي خطوتين تلاقي نفسك قدام البحر. في براندات مصريه كتير وكمان براندات عالميه، وكمان في مطاعم كتيره جدا. تعالوا اخدكم جوله سريعه واوريكم المول. بجد يا جماعه خطير، البحر باين ومشغلين مزيكا لذيذه لا خطير، حلو قوي. بصوا جماعة، المحل ده بتاع الدك ده ولا الوزة البط دي، هموت وافهم هو ليه فاتح في كل الاماكن في الحياة. يعني هو فاتح في كل حتة في اوروبا وفاتح هنا كمان. انا مش هو ايه الحوار؟ ليه يعني؟ بصوا حوارات، عاملين الدكس شخصيات. ايه هو الاطفال بتحبه يعني ولا ايه حكاية الموضوع ده؟ تعالوا نتفرج مع بعض بقى على شوارع العلمين، وكمية الحاجات اللي بتتبني والشكل العام عامة بتاع الشارع اللي موجود وكده. المية شكلها تحفة. في حاجة انترستنج قوي او لذيذة قوي، انه البيوت اللي هي لسه بتتبني دي في كل بيت البلكونة حاطين زرع. يعني البيت تقريبا بتشتري بالزرع بس سؤالي، بس هل هما بيسقوا الزرع؟ عشان يعني هنموت كده في هذا الجو. وبالليل حضرت ايفنت مختلف جدا اسمه رودز اند رايدز، وده بيتجمع فيه عدد كبير جدا من الناس اللي بيحبوا السوبر كارز او العربيات الرياضيه. بيعملوا زي سباق كده، وكان معمول في 111 تراب في العلمين في الوقت اللي كنت موجوده فيه. وطبعا هتسألوني قعدت فين في العلمين، فاكتشفت مكان اسمه برايم ريزيدنس، عبارة عن شقق واستوديوهات فندقية موجود في العلمين بس الناحية التانية من البحر. الستاف صراحة محترمين قوي، المكان فيه بول، جيم، ومكان صغير كده فيه ألعاب. وتعالوا اوريكم الأوضة، هو زي استوديو كده. بصوا لذيذة قوي، على هادي خالص بصراحة، حلوة. قدامكم مفيش حد قوي، فيعني ظريفة. دولاب، وسيفتي بوكس وبتاع، لذيذة والله. سرير شكله ظريف، وهنا كنبة صغيرة وتلفزيون. وهنا بقى اللذيذ قوي المطبخ، عشان زي ما قلت لكم لو في حاجه عايزين تجيبوها من السوبر ماركت مثلا تطبخوا، فده اوبشن ظريف. وكمان سايبين لنا حاجات ظريفه وميه وكده. في مايكروويف، في هنا والله لذيذ جدا حاجات. اوبس، حلو ده. بصوا حاطين حاجات كده لذيذ قوي. اوبس، دي بيتهبد كده، بيتهبد قوي.
حاجات المكرونه بشاميل. وقت ما حجزناه سعره كان ب 4000 جنيه في اليوم، بس طبعا عشان تتاكدوا من الاسعار اعملوا سكان للكيو ار كود، هتلاقوا اللينك اللي انا حجزت منه وبكل التفاصيل بتاعته. ولا ده مش اعلان خالص، انا فعلا قعدت كتير بدور على حاجه سعرها اقتصادي شويه في نفس الوقت مكان يعتبر نظيف وبيقدم خدمه كويسه. ويا ريت تشاركونا في الكومنتس لو حد عنده اقتراحات لاماكن زي ده او حاجات عامه اسعارها تعتبر طبيعيه في الساحل، لان انا عارفه الناس كتيره جدا بتتعب عشان تلاقي مكان يعتبر سعره معقول هناك. ومن ألذ الحاجات انه في تحت المكان ده سوبر ماركت بيم، فحبينا ندخل نشوف الاسعار عامله ايه في الساحل. مبدئيا كده بيم عاده في القاهره بيقفل مثلا الساعه 9 10، طبعا في تركيا بيقفل بقى في 8 وكده. هنا بقى احنا دلوقتي الساعه 11 وهو لسه فاتح. تعالوا بقى نشوف في ايه. نفسي مرة أعرف الفرق بين ادفع وبول وقشطة. هو دي في ريحة سمك أو حاجة. نفس الأسعار في القاهرة تعتبر يعني. بقولك ايه، kahvesi حاجات تركي. للي ما يعرفش يعني يا جماعة، هو بيم ده ماركة تركي وفي تركيا غير طبيعي. بشوفوا الفيديو بتاع السوبر ماركت بتاع تركيا عشان خطير. ايه ده شكله لذيذ ده، حلو. وافل لذيذ. علي بص ده وافل بتاع تحفه. قطع شامبو كونديشنر، بس هو مش عارفه ايه الحاجات دي بصراحه، اول مره اشوفها في حياتي. وفريسكا والحاجات دي هي نفس اسعار مصر بالظبط. ومن الاماكن برضو اللي ممكن تزوروها في العالمين مول اسمه O1. يا جماعه الباركينج بتاع او مول ب 200 جنيه يعني 200 اللي هو مش مثلا هقعد ساعة مثلا فادفع مثلا نص ساعة، لا هو 200 جنيه. المفروض يبقى في سيستم يعني الصراحة، اللي هو مثلا أول ربع ساعة ببلاش مثلا زي بقية المولز يعني. أول ساعة مش عارف كام، وبعد كده تشارج كام بعد كده. أنا فاهمة إن هو جديد شكله نضيف بس 200 يعني جنيه بس حاسة كتير قوي يعني. ماشي يلا اوريكم او مول. سو فار احنا يعني مش شايفين قوي حاجات غير البنوك وسامسونج وحاجات كده، وفي كم محل اكل وكم محل لبس، بس هو صغير يعني بعد ما لفيناه معظمه هو صغير بصراحه. هنروح دلوقتي نخش سعودي وصغير قوي كمان يعني. هو لا صغير قوي، ما يستاهلش الصراحه 200 جنيه باركينج بس هنخش سعودي كده نشوف ايه الاسعار هناك وايه الدنيا. انا بصراحه مش عارفه اوريكم ايه ولا ايه، لان هو يعني كبير قوي 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 قوي، وهتلاقوا فيه اي حاجه انتوا عايزينها. بس في فروع تانية لسعودي يعني، انتوا ممكن عادي لو انتوا مش عايزين تيجوا سعودي اللي هو الكبير ده وتدفعوا 200 جنيه في الباركينج، ممكن عادي تروحوا اي فرع سعودي تيجي موجود في الساحل يعني. في كذا فرع ممكن احطه لكم في صندوق الوصف، بس هو نفس اسعار القاهره. بعدها كنا عايزين ناكل، فبصراحه رجعنا تاني نورث سكوير مول عشان حبيناه اكتر بكتير وكنا عايزين نشوفه بالليل. يعني كواحده عندها اكسبيرينس شويه في الماركتينج انا بقى طالب اي حد يعمل ريبراندنج للوجو بتاع العلمين. شكله وحش جدا يعني، شكله ما ينفعش خالص يبقى مدينه كبيره زي ده يعني. مثلا بتاع شرم الشيخ كان رهيب، فالعلمين مش شبه اللوجوز بتاعت الزبيدي. وبكده بوريكم كل الاماكن اللي روحتها في العالمين. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تساعدوني اعمل لكم فيديوهات زي ده كتير، واشوفكم في المغامره اللي جايه.